إذا عندنا مريض لا قدر الله حاسس بألم في الصدر، إزاي نقدر نميز إن الألم ده مصدره القلب ولا الجهاز الهضمي؟ أولا إذا كان المريض بيقولك أنا حاسس بألم في منتصف الصدر، مايل إلى الجانب الأيسر شوية، وكمان ممكن ينتشر للفك وللذراع الأيسر وللكتف وللظهر، وكمان بيقولك أنا حاسس بتقل، كأن حد حاطط حاجة على صدري وبيصاحب ده غثيان وعرق بارد، غالبا طبعا ده هيكون مصدره القلب. ممكن كمان نعمل تيست بسيط بان احنا نقعده ربع ساعة من غير اي مجهود. لو الألم لسه مستمر لازم طبعا ناخده الطوارئ فورا. انما الألم لو كان مصدره الجهاز الهضمي هتلاقيه بيقولك انا حاسس بألم في منتصف الصدر اعلى البطن كده بشوية، وكمان هيصاحب ده تجشؤ وانتفاخ وامتلاء، فطبعا غالبا ده هيكون جهاز هضمي. وممكن برضو ان احنا نعمل تيست بسيط بان احنا نقول له خد نفس عميق. لو كان الألم بيزيد مع النفس او مع تغيير وضعية الجسم فهيكون بنسبة كبيرة طبعا مصدره الجهاز الهضمي.